السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نتكلموا في موضوع مهم جدا. البرتغال تشعل فتيل صراع جديد بانضمامها إلى معركة جبل التروبيك الغني بالمعادن النادرة، حيث دخلت البرتغال على خط النزاع الدائر بين إسبانيا والمغرب حول جبل تروبيك البحري الغني بالمعادن النادرة مثل مادة الكوبال ومادة التريليوم والليثيوم. ومن هذه البرتغال نفرض هي عندها جزيرة كتسمى ماديرا، وهذه جزيرة ماديرا هي بعيدة على جزر كناريوس، وجبل تروبيك بعيد على جزر كناريوس ب 500 كيلومتر، زائد ما نعرف شحال آلاف كيلومترات ما بين ماديرا وجبل تروبيك. وكيفاش هذه البرتغال تدخل على الخط وتنافس مع المغرب وتتحامى هي وإسبانيا باش ياخذوا جبل تروبيك أو ياخذوا فيه حصة من جبل تروبيك، وهذا كله كيتسمى ابتزاز. البرتغال اليوم كتدفعها الاتحاد الأوروبي باش تكون طرف ثالث مع اسبانيا والمغرب، بعدما كاين تنافس بين المغرب واسبانيا على جبل تروبيك. كيف ما كتعرفوا جبل تروبيك هو بعيد من مدينه العيون وبوجدور 100 كيلومتر، وبعيد على جزر كناريوس ب 500 كيلومتر، زائد جزيره ماديرا اللي هي بعيده بزاف على جزر كناريوس، شمال جزر كناريوس، وجبل تروبيك جنوب جزر كناريوس. كيفاش هاد البرتغال حتى دخلت على الخط وصبحت كتقول عندها تبرير بان سلسله جبال تروبيك تحت قعر البحر واصله حتى لجزيره ماديرا. واسبانيا اشنو كتقول؟ كتقول بان جبل تروبيك التربه اللي فيه ما كتشبهش التربه ديال القاره الافريقيه، رغم انه كيتواجد في مياه مناطق الجرف القاري، كيتواجد في السبح المنحدر ديال الحافه القاريه. كيفاش يعني حتى جزر كناريوس هي راها اصلا داخله في المياه الوطنيه المغربيه داخله في ال 200 ميل ما يسمى بقانون البحار الدولي، مياه المنطقه الاقتصاديه الخالصه. راه ما بين طرفايا وجزيره لانشاروطي في جزر كناريوس الا 60 ميل، وهاد 60 ميل راه كتدخل في ال 200 ميل اللي هي في ملك المملكه او المياه الوطنيه المملكه المغربيه. كيفاش اسبانيا يعني كتحسب عند راسها هي باغا تكون طرف في جبل تروبيك، وهي ليس لها الحق حتى في جزر كناريوس، وكتقول بان التربه ديال جبل تروبيك هي شبيهه بالتربه ديال جزر الارخبيل، الجزر البركانيه، جزر كناريوس. وملي جزر كناريوس التربه ديالها شبيهه بالتربه ديال جبل تروبيك، لماذا ما تلقاو هذا المعدن في جزر كناريوس؟ لماذا ما تلقاو الكوبال والتريليوم والليثيوم؟ داكشي اللي كاين في جبل تروبيك يكون في جبل في جزر كناريوس. لماذا هذا الكذوب؟ تكذبوا على الامم المتحده، تكذبوا على مختصين ديزانجينيور في عالم البحار وفي عالم الجرف القاري وفي عالم الجيولوجيا والتربه. هذه ماشي قال لك التربه ديال جبل تروبيك ماشي مناسبه مع التربه ديال القاره الافريقيه. ايوا سيدي، راه حتى هذوك الجزر كناريوس راهم التربه ديالهم هي التربه ديال القاره الافريقيه، راهم في المياه الوطنيه المغربيه، راهم يعني في ملك الشعب المغربي. اليوم هذا اجي نشوفوا هاد الجزيره ديال ماديرا اللي هي محتلها البرتغال، هي في الاصل جزيره مغربيه، هي جزيره مغربيه، هي ايقونه كيقولوا برتغاليه، لكن هي في الاصل مغربيه الاصل. والسكان ديالها هما سكان النواغيج او الغوانيج اللي هما بنو مزيغ المغرب من اصول سيدي فني وتيزنيت واكادير، يعني هما من سواسه ومن مملكه المور، هما من الشعب الموري. لكن مملكه قشتاله هي اللي هاجمتهم وهجرتهم لسيدي فني اتباع عمران، وبقى فيهم بقى فيهم البعض منهم اللي هو اصبح عنده جنسيه اسبانيه وجنسيه برتغاليه، وصبحوا كيتكلموا باللغه ديال الاسبانيوليه والبرتغاليه، ولكن دائما ما نساوش التقاليد ديالهم وما نساوش اللغه ديالهم، مازال كيعرفوا ليها ومازال تيكتبوها وتيقراوها وتيعلموها لولادهم. اليوم غادي نشوفوا شحال باش بعيده هاد الجزيره اللي هي مصدر مسقط الراس ديال رولاندو كريستيان رونالدو. مسقط الراس ديال كريستيان رونالدو هذه مدينه جزيره ماديرا اللي هي جات في شمال جزر كناريوس، وجزر كناريوس جا جبل تروبيك في الجنوب ديالها. بمعنى ها انتم شوفوا فين كاين جبل تروبيك، يعني فوق بوجدور والعيون والداخله تقريبا ما بين 100 كيلومتر 75 كيلومتر، وما بين جزر كناريوس وجبل تروبيك 500 كيلومتر. كيفاش هاد السبليون؟ هي اولا في 2019 لما اكتشفت بريطانيا جبل تروبيك، في 2016 2017 اسبانيا يعني دارت حتى هي المسح، والخبراء ديالها صيفطت الطريقه ديال المسح والخبره، ومشاو داروا ترسيم الحدود بمفردهم اسبانيا لجزر كناريوس، وبقاو كيمدوا في المساحه باش يدخلوا جبل تروبيك ودفعوا الميل في الامم المتحده. لكن الامم المتحده بحكم ان اللجان اللي هما مسؤولين على الجرف القاري خبراء قالوا بان هذا الملف ديال اسبانيا
يعني ليس من حق إسبانيا تدعى بأن جزر كناريوس تابعة للسيادة الإسبانية، بل هي تتواجد جزر كناريوس في المياه الاقتصادية الخالصة اللي هي في ملك المملكة المغربية. هنا إسبانيا رجعت وفكرت ولعبت الحيلة على الأمم المتحدة وبغات تلعب الحيلة على المغرب. وجات في مارس 2022 رئيس الوزراء بيدرو سانشيز العهد محمد السادس ملك المغرب، وجاء اعترف ليه برسالة سرية، اعترف ليه بدعم الحكم الذاتي على الصحراء الغربية المغربية، وطلب من الملك ومن النظام المغربي يعني ترسيم الحدود بين إسبانيا والمغرب في المياه الأطلس بين جزيرة لانشاروتي بالجزر الكناريوس وما بين طرفايا، وطلبوا يعني ترسيم الحدود بمعيار البعد المتساوي. لكن المغرب ما قبلش المعيار ديال البعد المتساوي. المغرب قالوا بدي نديروا ترسيم الحدود مؤقتا بمعيار الجرف القاري، لأن المغرب إلى دار مع إسبانيا ترسيم الحدود واعترفوا وقع بمعيار البعد المتساوي، كيكون المغرب اعترف لإسبانيا بالسيادة على جزر الكناريوس. لكن إلى دار معها ترسيم الحدود بمعيار الجرف القاري كيكون المغرب غير معترف بالسيادة الإسبانية على جزر الكناريوس. إسبانيا ما قبلتش، قالت لا نديروا معيار البعد المتساوي. المغرب ماشي سهل، قال لهم حبس بلاتي حتى نسالي الملف ديال الحكم الذاتي، وهذيك الساعة نتكلموا في هذا الموضوع. المغرب رقد الملف، رقد الحوار ورقد المفاوضة، لأن المغرب كيعرف بأن جزر كناريوس وفقا لقانون البحار الدولي في المؤتمر الثالث اللي كان سنة 1982 بالعاصمة جامايكا، اتفقوا العالم والجمعية العامة للأمم المتحدة على كل دولة عندها بحر مفتوح كتصبح تملك 200 ميل من عرض البحر ابتداء من الشاطئ أو من خط الأساس اللي هو الرملة. إذا جزر كناريوس كتدخل في المياه الوطنية للمملكة المغربية اللي هي 200 ميل من عرض البحر، لأن الجزر كناريوس يعني ما كتفوتش 140 ميل ابتداء من الشاطئ ديال طرفايا، يعني من خط الاساس المغربي القاره الافريقيه. لهذا السبب المغرب تعرف بان اسبانيا ما عندهاش الحق باش تفرض السياده ديالها على جزر كناريوس، هي مخيمه ما ريثما يسالي المغرب الملف ديال الصحراء الغربيه المغربيه. المغرب كيرجع طرونش بارطرونش من الاراضي المغتصبه، واسبانيا لما بغاش تحشم الشعب المغربي 40 مليون غادا طالب بالاستغلال ديال 92 سنه في الصحراء الغربيه المغربيه، استغلال الفوسفات، استغلال الاسماك، الثروات الحيه والغير حيه بالبحر، استغلال اليد العامله، محاسبه مملكه قشتاله على الاغتصاب وعلى التعذيب وعلى يعني داكشي اللي دوزوا علينا حنا كصحراء ومغاربه. الا ما بغاوش يحشموا هاد ولاد ورقه مملكه اسبانيا، غادي الشعب المغربي يطالب بالتعويض والمحاسبه عن الاستغلال ديال 92 سنه. ثم جزر كناريوس غادي يطالب المغرب باسترجاعها ومحاسبه مملكه اسبانيا على الاستغلال ديال عده سنوات، يعني قرون من السنين. هذا هو الحقيقه، وهذا هو اللي خلى اليوم الاتحاد الاوروبي كيدفع بالبرتغال كطرف ثالث بحكم انه كيمتلك جزيره ماديرا بشمال جزر كناريوس. ولكن هذه البرتغال هذيك الجزيره ماديرا راه هي اصلا هي ملك مغربي، لانها تابعه القاره الافريقيه ما تابعاش القاره الاوروبيه، بحالها بحال شانها شان جزر كناريوس. لاس بالماس كلهم تابعين القاره الافريقيه، تابعين للمملكه المغربيه. اليوم المانيا راه خايفه على هذه الماده ديال الكوبال اللي منها غادا تبدا تصنع 270 سياره كهربائيه، 270 مليون او 2 مليون و70 الف ديال السيارات في السنه، سيارات كهربائيه. المانيا خايفه على المرسيدس ديالها الى يعني ثلاثه، لانها كلها بديازال وكلها حتى هي كدير سيارات كهربائيه. ولكن هذه الماده الكوبال والليثيوم والتريليوم، يعني علاش الامريكان جات اعترفت بمغربيه الصحراء في الاخر الولايه ديال ترامب؟ لان ترامب كيف ما كتعرفوا هو رجل اعمال وليس رجل الدوله العميقه ديال امريكا. رولاند ترامب رجل معامله، رجل يعني استثمار، ما عندوش مع السياسه ديال الدوله العميقه، هو ضد الدوله العميقه. ولكن هو لما اعترف بمغربيه الصحراء كامله على المغرب على صحرائه وعلى الخريطه ديالو الكامله، كان عارف وعرف بان جبل تروبيك هو فين غادي ياكل الخبز. ولهذا السبب امريكان والمغرب واسرائيل وبريطانيا راهم في الحلف، يعني اتفاقيه ابراهام. اتفاقيه ابراهام هي اللي قوت المغرب وخلات المغرب يحمر العين في الاتحاد الاوروبي ويقول لهم اللي ما يشوف بالنظاره المغربيه ديال نظاره الوحده الترابيه ما عندنا معاه لا شراكه ولا علاقه ولا معامله. هذا باش المغرب تقوى. ولهذا السبب المغرب دابا كيقوي الترسانه العسكريه، ويعني كيوجد شي حاجه اللي باش يحمي جبل تروبيك ويحمي السواحل البحريه اللي هي 1,050,000 كيلومتر مربع ديال البحر اللي كيملك المغرب. 1,050,000 كيلومتر مربع، هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن المغرب يسترجع الأمجاد ديال الأجداد. وراه دابا الاتحاد الأوروبي هو اللي دفع إسبانيا، وراه غادي نخليكم تشوفوا يعني هاد جزيرة ماديرا شحال بعيدة على جبل تروبيك، والجزر كناريوس شحال بعيدة على جبل تروبيك، رغم أن جزيرة ماديرا
والجزر الجران كاناري كي يدخلوا في المنطقة الخالصة اللي هي المياه التابعة اللي في ملك المملكة المغربية وفقا لقانون البحار الدولي. تحياتي والسلام.